احلى صينيه جمبري في الفرن ممكن تعملوها بطريقه حلوه جدا، والتتبيله بتاعتها خطيره. هتطلع معاكوا احلى من بتاعه المطاعم وبطريقه سهله جدا. لازم تجربوا الطريقه دي. اول حاجه في حله بضيف معلقه كبيره من الزبده او الزيت. بضيف خضار متقطع، فصين من الثوم وبصل شرايح وطماطم وفلفل اخضر وجزره كبيره مبشوره. بقلب الخضار مع بعض كويس، وبعد كده بنزل عليهم جمبري يكون متنضف ومغسول، وبقلبه مع الخضار كده تقليبه، وبضيف التوابل معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود والكمون والكزبره والبابريكا. بعد كده بقلب الجمبري مع التوابل والخضار كويس، وبضيف عليهم نص كوبايه من عصير الطماطم بكون ضرباه في الخلاط ومصفياه، ومعلقه كبيره من الصلصه. بس كده، دي كل الحاجات اللي انا هضيفها. اقلبهم مع بعض تقليب. بجيب صينيه بتدخل الفرن وبضيف فيها الجمبري وبسوي الوش بتاعه بالشكل ده، وبضيف عليهم كوبايه الا ربع من الميه المغليه، وعلى الوش كمان بضيف شرايح من الليمون. وبكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180، وبدخل الصينيه دي الفرن حوالي من 15 ل 16 دقيقه. بتطلع حلوه جدا، والجمبري فظيع وريحته بتقلب البيت. لازم تجربوه، هيعجبكم جدا، وبألف هنا.